السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخوتي وجدت معكم الفطور طويجين معلك بالبصلة والزبيب، تيجي أكثر من رائع بالفخيضات ديال الديك الرومي، ما نعاودش لكم عليه. نتمنى أنكم تفرجوا في هذا الفيديو باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. هنا في إناء فخاري أو في طويجين كيف كتشوفوا ديال الفخار، وضعت كميه من الزيت، تقريبا واحد 3 المعالق او 4 كبار ديال الزيت. وضعت هنايا الفخيضات لتحت ديال، يعني داك لتحت ديال الفخاط ديال الديك الرومي كيف كتشوفوا هكا، لي مغسولين بطبيعه الحال، منزوعين الجلده ديالهم، مسقطرين مزيان. هنا وضعت 3 الفصوص ديال الثوم مهروسين، والقليل من الحامض مصيّر. شو اللي غيقول لي الحامض مصيّر، كيفاش الحامض مصيّر والبصلة معسلة؟ غير استعملوا هاد الطريقة، راه كيجي بنين بنين بزاف. الحامض المصيّر كلكم كتعرفوا أنه مهم، تيحيد الزفورية ديال اللدن أو ديك الرومي. هنا كيفاش ضفت ليه بشوية البصل اللي هكا مقطع شنانف. كنضيف كذلك الملح اللي تيبقى حسب الذوق، والفلفل الأسود أو الإبزار. وغادي نضيف كذلك القليل من السكنجبير أو الزنجبيل، راكم عارفين ديك الرومي تيبغي الزنجبيل باش يحيد لنا الزفورية حتى هو كذلك. وغادي نضيف كذلك الكركم أو الخرقوم. وغادي نضيف هنايا عندي العطرية الخاصة، هنا عفوا قبل درت هنايا القزبور يابس، عاد غادي ندير العطرية الخاصة باللحم بالزعفران كيف كتشوفوا هكا. اللي ما توفرتش عنده هاد العطرية هادي ممكن يستعمل العطرية اللحم ويدير ضامة ديال الزعفران أو زعفران شعري اللي عنده، يذوبوا في شوية ديال الماء. هاد العطرية اللي وريتكم ديال اللحم بالزعفران كتباع في التعاونية، ديما فكناخذ من عندها التوابل. هنا كيف كتشوفوا ضفت شويه ديال القزبر والمعدنوس، هنا كان عندي في المجمد. صافي هنايا غنحاول نفتت هذاك القزبر والمعدنوس، وغادي ندمج هاد العناصر كلها مع بعضها، ونحاولوا ندخلوا هذيك التتبيله جيدا في الخيضات ديالنا كيف كتشوفوا هكا. جربوا اخوتي هاد الطريقه، راه تيجي واحد الطويجين لذيذ لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. سورتو كيف قلت لكم انا درتو في الفطور، صراحه جا رائع، ما بقات منه حتى نضغه ديال اللحم او ديال البصله، كلشي تكال الحمد لله، لانه جا بنين بنين بزاف. صافي هنا بعد ما كنخلط الكل جيدا، غادي ندوزو باش نوضعوه فوق النار. ضروري كنوضعوا واحد العازل كما كتشوفوا هكا فوق النار، وكنوضع الطويجين ديالي، وكنخليه ضروري نقليو هاد اللحيمات ديالنا مع التوابل باش تدخل في بعضياتها كيف كتشوفوا هكا. نبداو مره مره نقلبوا هاد الدجاج ديالنا او لا داند ديالنا. ممكن تستعملوا حتى الدجاج اللي عندكم، يعني ماشي ضروري ديروا لا داند، ممكن ديروا حتى اللحم على حسب الاستطاعه ديالكم. صافي كنبدا نقليه جيدا ونخليوه يتقلى ويطلق الماء ديالو مزيان. هنا كيف كتشوفوا بعد ما تقلى لينا مزيان وطلق لينا الماء ديالو، هنا غادي نجيب كميه من البصل. هنا تقريبا عندي واحد 4 الحبات متوسطين ديال البصل اللي قطعتهم هكا كيف كتشوفوا، هكا بشكل طولي، وكنوضعهم فوق اللحم ديالنا بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. واخا تبان لكم البصله كثيره هكا ما تخافوش منها، راه هي كلها كتذوب، سيرتو هاد البصله الخضاريه. يعني واخا خديتها غليظه، ولكن صراحه كتعجبني انا، كتجي بنينه في الطياب، وفي نفس الوقت يعني ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب. كيف كتشوفوا هكا تنحاول نسوي هذاك البصل ديالي فوق اللحم ديالي في الطاجين ديالي. كيف قلت لكم راه واخا تبان لكم البصله كثيره، راه من بعد هي كطيح وكتذوب كيف شفتوا يعني في الصوره في اول الفيديو، راه ما كتبقاش تبان كاع، باش ما كثرتوا البصله باش ما كتعطيكم كميه معقوله في الطاجين. هنا بعد ما وضعت البصل ديالي، هنا كندير رشه من القرفه مطحونه. بغيتو ديروا عويد ديال القرفه ممكن تضيفوه، انا اكتفيت غير بهذا الرشه من الفوق لهذا البصل ديالي. وكذلك ما نساوش القليل من الملح، لان البصله ديالنا كيف شفتوا ما يعني ما متبله ما والو، باش ما تجيناش باسله ضروري نديروا لها شويه د الملح. واخيرا غادي نوضع الزبيب، كميه من الزبيب هنايا الاسود، ديروا اي زبيب كيعجبكم، تقدروا ديروا حتى الابيض حتى هو تيجي مزيان. انا الاسود اللي توفر عندي. صافي غنديروها هكا من الفوق، وكيف ما شفتوا راه ما غادي نضيف حتى قطره ديال الماء،
يعني هاد البصيله هادي هي اللي غادي تطلق لنا الماء ديالها. صافي غادي نسدو عليه ونخليوه على نار مهيله. انا الصراحه انا درتو بكري شويه وخليته على نار مهيله طاب على خاطر خاطرو. هنا خوتي في هاد المرحله ملي كتبدا البصله ديالنا كتطلق لينا الماء ديالها، كنبداو نهزو القليل من المرق من الجوانب ونبداو نوضعوه على البصل هكا، باش البصل ديالنا حتى هو كيجي بنين ما كيجيش باسل، وكيتشرب حتى هو من المرق ديالنا حتى هو كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي حتى نوزع داك المرق على البصل وعلى داك الزبيب ديالنا كامل، ونعاودو نغطيو عليه ونخليوه حتى يطيب على خاطرو. هنا خوتي هنا صافي طاب لينا كلشي. هنا قبل ما نطفي عليه بواحد 10 دقائق او 15 دقيقه كنجيب واحد المعلقه كبيره ديال العسل وكنضيفها هكا من الفوق كيف كتشوفوا باش كتعسل لنا ديك البصيله. الا ما توفرش عندكم العسل ممكن ديروا سكر حبيبات او سنيده اللي عندكم، او سكر كلاصي اللي تعجبكم، اللي متوفر عندكم استعملوه. صافي ونخليه هكا حتى يتقعد ليا على خاطر خاطرو ويتشرب هذاك البليله ديالته ومن بعد نقدموه. وهانتوما اخوتي كيف كتشوفوا بعد ما طاب شوفوا كيفاش كيجي معلك ومعسل، والمذاق يا سلام راه ما تشبعوش منه الصراحه. نتمنى انكم اخوتي توجدوا لفطوركم في هذا الشهر الكريم، وإلا طيبتوا وعجبكم ما تنسونيش بالتعليق الزوين ديالكم. وشكرا لكم على المشاهده، وديما كنحاول نعاود نشكر كاع الاصدقاء والصديقات اللي كيصيفطوا لي التطبيقات ديال داكشي اللي كيديروا. شكرا لكم والسلام عليكم.